رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. رامز جاب من الاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد، وفيديو النهاردة هتكون الحلقة الثامنة من برنامج رامز جاب من الاخر. تابع معايا الفيديو للنهاية وهعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة بتاعت النهاردة من قبل ما تنزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، فتابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة طبعا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، اهم حاجة عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة أول بأول. يعني أول ما أنزل حلقة جديدة من برنامج رامز جاب من الآخر يوصلك إشعار إن أنا نزلت فيديو جديد، وتخش تعرف مين الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة من قبل ما تنزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط. ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة على طول. وبعد ما شفنا حلقة النهاردة من برنامج رامز جاب من الآخر، والحلقة بصراحة كانت جميلة جدا وعجبت ناس كتيرة قوي، وأكتر حلقة بصراحة مليانة بالضحك بالذات كزبرة وهو بيعمل مع حمو بيكا، ودي من أقوى الحلقات اللي نزلت في البرنامج، هي حلقة أسس ومحمد ثروت. ولسه البرنامج هيبقى أقوى وأقوى طبعا في الحلقات اللي جاية، وكلنا منتظرين الضيوف اللي جاية وكلها نجوم تقيلة جدا. وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي مستني حلقة مين من الفنانين في الحلقات اللي جاية من برنامج رامز جاب من الآخر. وبصراحة حلقة النهاردة كانت حلقة قوية جدا وعجبت ناس كتير قوي، لانها طبعا مليانة بالضحك وكلها مسخرة بصراحة. ودي كانت الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الاخر. لو ما شوفش الحلقات اللي فاتت ارجع وشوفها، هتلاقيني منزلها كل يوم حلقة جديدة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بكام ساعة بالظبط. وفي حلقة كل يوم اللي بنزلها لك بعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون، فتابع معايا الفيديو للنهاية وهعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة الثامنة من برنامج رامز جاب من الاخر. وحلقة النهاردة هتكون الحلقة الثامنة من برنامج رامز جاب من الاخر، فتابع معايا الفيديو للنهاية وأعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. تابع معايا الفيديو للنهاية، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك الجميل للفيديو. ويلا بينا نكمل الفيديو النهاردة. وحلقة النهاردة هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي، لأن ضيوف حلقة النهاردة كلكم مستنيينهم من زمان، من ساعة ما شفتوا البرومو اللي نزله رامز جلال على الصفحة بتاعته. فضيوف حلقة النهاردة ضيوف مميزة جدا وكلكم بتحبوهم، وطبعا كلكم عاوزين تشوفهم في البرنامج. طبعا أنا مش هقدر أنزل لكم الحلقة لان بيكون عليها حقوق وما ينفعش ان انا انزل فيديوهات للحلقه، فانا بعرفك تفاصيل الحلقه وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعه بالظبط. وبعد ما شفنا اول 7 حلقات من برنامج رامز جاب من الاخر، طبعا البرنامج السنه دي قوي جدا جدا. في اول حلقه من البرنامج استضاف احمد السقا وباسم سمره، وطبعا الحلقه كانت مليانه بالضحك بس ما كانتش قويه جدا لان دي نجوم كبيره وملهاش في الكوميديا. وفي الحلقه الثانيه من البرنامج استضاف مي عمر ونجلاء بدر، وكانت حلقه بصراحه جميلة جدا وكانت كلها ضحك بصراحة، واتعمل فيهم المقلب بطريقة احترافية جدا. وفي الحلقة الثالثة عمل المقلب في أسس ومحمد ثروت، وبصراحة الحلقة دي من أقوى الحلقات اللي نزلت لغاية دلوقتي، حلقة كانت كلها ضحك بصراحة. وفي الحلقة الرابعة استضاف فيها محمد لطفي ومحمد شاهين، وكانت حلقة قوية جدا وعجبت ناس كتيرة قوي، وبالذات محمد شاهين برد الفعل اللي كان بيعمله وخوفه من المقلب. وفي الحلقة الخامسة كان مستضيف فيها علي البليهي وفراس، والحلقة دي كانت جميلة جدا، بس طبعا ردة فعل البليهي ما عجبتش ناس كتيرة قوي لانه مش متسامح بسرعة. وفي الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الاخر كان مستضيف فيها مرام علي وبعمل لك كيك، وكانت حلقة جميلة جدا وكلها ضحك وعجبت ناس كتيرة قوي. ورامز في الحلقة دي بصراحة روق عليهم وعمل فيهم المقلب بكل تفاصيله. والحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الاخر كان فيها حمو بيكا وكزبرة. طبعا الحلقة دي بقى مش محتاجة اقول رأيي فيها لانها طلعت ترند من اول نزولها بكام ساعة بالظبط، لان ناس كتير قوي كانت منتظرة الحلقة دي لانهم متوقعين ان الحلقة دي هتكون مليانة بالضحك وهتغير لهم فكرتهم عن برنامج رامز جلال الجديد. وفيديو النهاردة معانا الحلقة الثامنة من برنامج رامز جاب من الاخر، وهتلاقيني سايب لك اسامي ضيوف حلقة النهاردة في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في اول تعليق قبل ما الحلقة تنزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، اعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. طبعا زي ما احنا توقعنا في الحلقات اللي فاتت وتوقعنا طلع صح، وبنزل لكم الفيديو من قبل ما ينزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، بعرفك مين الضحية في برنامج المقالب الجديد لرامز جلال. وهتلاقيني سايب لك اسامي ضيوف حلقة النهاردة في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك اول تعليق مثبته لك في ضيوف حلقة النهاردة، وهتلاقيني مغير لك الصورة المصغرة بتاعة الفيديو، هتلاقيني كاتب لك مين الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة.
حلقة النهاردة حرفيا هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي، والحلقة ضرب نار بصراحة يعني. وضيوف حلقة النهاردة ضيوف مميزة وكلكم بتحبوها، وهتكون الحلقة مليانة بالضحك بصراحة يعني. وأسامي ضيوف حلقة النهاردة هتلاقيني سايب لك أساميهم في أول تعليق وفي عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو. وفعلا البرنامج السنة دي مصروف عليه، والنجوم اللي جاية فيه نجوم تقيلة جدا، وكلنا متحمسين جدا للبرنامج. وانزل اكتب لي تحت في الكومنتات مستني حلقة مين من الفنانين. طبعا زي ما انتوا عارفين انا مش هعرف انزل لكم اي حاجة بخصوص الحلقة، اي فيديو او اي حاجة، لان الفيديوهات بيكون عليها حقوق طبعا، ما ينفعش ان انا انزل اي حاجة للفيديوهات بتاعة الحلقة. بس كده يا ابطال، مش عاوز احرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتب لي رايك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الاخر على التلفزيون على قناة MBC مصر. وبس كده يا ابطال، هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهتلاقيني سايب لك اسم الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، هتلاقيني سايبه لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في اول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة ليه. وبس كده يا ابطال، اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو وصلت معايا لحد هنا متنساش اللايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة أول بأول. وأهم حاجة يا أبطال، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنزله، يعني أول ما أنزل حلقة جديدة من برنامج رامز جاب من الآخر هتوصلك إشعار على طول إن أنا نزلت فيديو جديد، تخش تتفرج وتعرف مين الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة من قبل ما ينزل على التلفزيون بكام ساعة. وبكده يبقى أنا عرفتك تفاصيل وأحداث الحلقة التامنة من برنامج رامز جاب من الآخر. واستنى إن شاء الله الحلقة التاسعة بكرة في برنامج رامز جاب من الآخر. وبس كده يا أبطال، هتكون نهاية فيديو النهاردة، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله. سلام. يظنون أن الترند بالخناق والهن وبالأقوال الشهيرة، ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيرة.